أعرب سفيان ديوب الوافد الجديد على المنتخب المغربي عن فخره بحمل قميص منتخب بلاده خلال مواجهة إريتريا وتنزانيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهاية كأس العالم 2026. وكتب ديوب في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام: أنا فخور بالانضمام إلى المنتخب المغربي وإلى أسود الأطلس. هذا القرار هو انعكاس لجذور المغربية وارتباطي العميق بهذا البلد. وأضاف لاعب نيس الفرنسي: أنا فخور لأنني قادر على تمثيل المغرب وثقافته الغنية وتاريخه وشعبه. وأكمل مهاجم نيس الفرنسي: أنا ممتن لهذه الفرصة وسأسعى جاهدا لتقديم كل ما لدي على أرضية الملعب لتشريف قميص بلدي. ويبلغ سفيان ديوب من العمر 23 سنة، ازداد بفرنسا من أم مغربية وابن سنغالي. سبق له تمثيل المنتخب الفرنسي لأقل من 21 سنة، وقبل الالحاق بصفوف نادي نيس الفرنسي الذي يرتبط معه بعقد لغاية 2027. فقد بدأ اللاعب المسيرة رفقة رينا الفرنسي لأقل من 19 سنة قبل أن يرحل صوب موناكو ثم سوشو ليقرر في نهاية المطاف اللحاق بنادي نيس الفرنسي. يذكر أن قيمة التسويقية للاعب سفيان ديوب تبلغ 15 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت. واللاعب يملك قوة في اللعب كجناح أيسر وجناح أيمن وكذا وسط ميدان هجومي. قام الناخب الوطني وليد الركراكي بإسقاط اسم إبراهيم صلاح لاعب رينا الفرنسي من لائحة المنتخب المغربي التي كشفها استعدادا لمواجهة تنزانيا في دار السلام في إطار تصفية مونديال أمريكا 2026. وفضل مدرب المنتخب الوطني إبعاد الشاب إبراهيم صلاح بعدما فقد اللعب المكان بالفريق الأول لنادي رين، وبات يتدرب مؤخرا رفقة الرديف، ناهيك عن بزوغ نجم سفيان ديوب الوجه الجديد الذي يشغل أكثر من مركز، والذي يريد ربما الفريق الوطني وقوف على مؤهلته في المعسكر التدريبي الجديد الذي سيدخله الأسود.